الجميع تغريها التخفيضات خصوصا مع مجيء الصيف والحاجة للتسوق لأجل السفر وقضاء الإجازات وغير ذلك. لكن هذه التخفيضات يجب التعامل معها بحذر شديد، فالأرقام المخفضة هذه قد تكون مغرية للتورط بشراء ما لا فائدة منها. إذن عند رؤية إعلانات التخفيضات ما الذي ينبغي علينا فعله؟ هل يمكن الحفاظ على أنفسنا دون الانجراف خلف موجة الأسعار المخفضة نظرياً؟ اليوم مشاهدينا سنتعرف على آليات مناسبة للتعامل مع فقاعة التخفيضات والخروج منها بمشتريات مناسبة دون إسراف لا طائل منها. على فكرة أنا ملكة شراء ما لا أحتاجه وما لا ينفع. إذن تفضل يا ملكة، عارفة بالضيف. طيب معنا الآن مشاهدينا في الاستوديو صانع المحتوى الاقتصادي أحمد سند. أهلا بك. صباح الخير. معنا. حياك الله يا أحمد. أهلا، صباح الخير. طيب يعني أنا حليت المشكلة بالنسبة لي إنه إذا في تخفيضات أنا ما بروحش أتسوق أصلا، بضلني بالبيت، بتضيع الفرصة لأنه يعني بنزل عشان أنا بدي شغلة معينة، بشتري كل إشي لا أحتاجه وما أحتاجه لا أشتريه. كيف نتعامل مع التخفيضات وهي الإغراءات الشديدة؟ هو الحقيقه فعلا الشركات بتستخدم السيكولوجي او علم النفس ان هي تاثر علينا. يعني مثلا نلاقي عرض على تلفزيون او على موبايل، مش الهدف من وراء العرض ده ان انا اروح اشتري الموبايل وامشي. ده بيبقى حاجه اسمها اوبن ذا والت ايتم، يعني انا ايتم او برودكت محطوط او منتج، الهدف من وراه ان انا افتح المحفظه وابتدي اصرف. اما حسيت ان انا عملت شويه سيفنج او وفرت مبلغ ما من التلفزيون ده، اقول طب مشتري حاجه ثانيه بالمبلغ اللي انا وفرته. ده فخ بالظبط، لان هو انت ما وفرتش حاجه مش بس عشان العرض ده وهمي، انما التلفزيون اللي انت جبته مش هو التلفزيون اللي انت تعرفه. لان في حاجه مش كتير من الناس تعرفها، ان في شركات بتنتج موديلات معينه من التلفزيونات او من الموبايلات او غيره لفتره العروض، تسمى ديريفاتيف برودكتس او المنتجات المشتقه. بتكون اقل جوده؟ اقل جوده، الكومبوننتس بتاعتها بتكون اقل من المنتج اللي انت عارفه الطبيعي، فيتشرز او مزايا بيكون فيها اقل. يعني مثلا تلفزيون فتحات الاتش دي ام اي فيها اقل، الجوده بتاعت ال سي دي او الالترا اتش دي اللي احنا بنشتريها اقل، الكومبوننتس والبلاستيك بتاعه اقل، وما بينتجوش منه كميات كبيره. مش معقول. فالصيانه هتبقى كتير مهمه، ما اعتقد انا ما كنتش اعرفها، بعرفش اذا عادل كان يعني. وهم بيستغلوا الوقت وضيق الوقت. ما تشوفيني مصدوم؟ اي مصدوم برضه، لان انا هسيرش على الموديل. لو انا لقيت الموديل ده مثلا موديل اكس، هسيرش على الموديل دلوقتي، لو لقيت عليه ريفيوز او تقييمات قليله، يبقى في الغالب الموديل ده معمول از ديريفاتيف برودكت او منتج مشتق من المنتجات الاصليه. كيف نعرف بهذه الطريقه؟ طيب هذه في التلفزيونات، في الملابس، في الاشياء، يعني مثلا في تخفيضات رمضان انا واحد من الناس اشتريت اجهزه لتجهيز السياره للبر، كنت اراها بسعر جدا منافس وجدا مغري اني انا اشتري، ما اقدر اطوف هذا السعر. قارناه بناء على السعر اللي قبل التخفيضات اللي تمت. هو بيحصل فعلا، هو بيتم رفع الاسعار قبل موجه التصفيات اللي بتتم. فانا دلوقتي الديسكاونت بدل ما كان 150 درهم بقت 90 درهم، هو السعر اوريدي كان مرفوع، فانا حاسس ان هو دلوقتي نزل للنص. هذا فخ اخر كمان. قبلها مثلا بيوم او يومين تروح تشوف هذا المج او هذه الكاس ب 100 درهم، ترجع تشوفها بالتخفيضات ب 80 بالضبط، لان هو كان رافع السعر قبل ما انا ممكن اشتريه ب 100 اذا وانا مش عارف. ده حقيقي ممكن تشتريه، بس هو دلوقتي قلل المارجن او قلل هامش الربح بتاعه. يعني كان بيكسب فيه مثلا 100%، دلوقتي بيكسب 80%. فانت حاسس انت وفرت، وبناء عليها تشتري ايتم تاني وثالث وهكذا. وكتير قوي دلوقتي بنتعامل مع مواقع التسويق او الشراء اونلاين ان هي مجله، مش بنفتحها واحنا عايزين نشتري حاجه، بنفتحها واحنا عايزين نتفرج. بالظبط. طب فيما يتعلق بالملابس تحديدا، هل برضه بيصنعوا شيء خاص بفتره التخفيضات، او بيخلوا مثلا اللي عليها تخفيضات تكون ملابس الموسم اللي قبل، او مثلا مقاسات مكسوره ما في كل المقاسات؟ الهاي كوبي دلوقتي بقت منتشره، وصعب جدا ان انا افرق ما بينها وما بين البراند الاصليه. انه يعني النسخ العاليه اللي هي عاليه الجوده، ان هو يبان ان هو فعلا المنتج ده دولتشي اند جابان. هذا الكلام خطير، بانه اذا ماركه معينه تقدم تخفيضات على هذه الماركه ويكون كوبي ريتيل، أو انت راح تشتري مثلا من ريتيل او اوتلت مكان موجود في اي دوله ايا كانت، تشتري هاي كوبي وهو ممكن ما يكونش براند الاصلي. عشان كده ممكن تلاقي مثلا الباركود او الكود اللي انت تقدر تسيرش منه على الويب سايت، تتاكد اذا كان المنتج ده فعلا
مش عايز اقول اسماء براندات يعني، بس هل المنتج ده موجود هذه للبراندات عندهم ولا لا؟ الفاخره اكثر ربما من البراندات. هتلاقي، ما هو عشان كده طبعا لو انت لقيت ان السعر نازل كتير تقدر تحكم اذا كان المنتج ده اصلي ولا لا. واهم حاجه نبقى عاملين ميزانيه للحاجه اللي احنا عايزينها ومواصفات. يعني مثلا عايز تشتري تي شيرت ما تدخلش على فئه الملابس وتدور، لان في الغالب هتشتري حاجات ما كنتش متخيلها. انت اكتب وايت تي شيرت هتلاقي عندك وايت تي شيرت تطلع وتنقي واحد. طيب. وتبقى حاطط ميزانيه للحاجه اللي انت عايزها ومواصفات تحديدا. لا هذا الموضوع مليان بالافخاذ. زين وهذه التخفيضات اللي بيوم يومي. ما هو الفكره ان هو لو دخلت بعدها، يعني انت اشتريت دلوقتي المنتج دول اخر 3 بيسز، هتلاقي اخر 3 قطع موجودين تاني زي ما هم. طيب شكرا جزيلا احمد. انا رح ابقى في البيت على فكره. صانع المحتوى يا ما نشتري. شكرا جزيلا. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.